السلام لجميعكم. وحدث في الأيام التي أراد فيها الله أن يجرب إبراهيم ويعلم قلبه ومحبته فيه، إن قال له إبراهيم خذ ابنك الحبيب إسحاق الذي تحبه وقدمه لي محرقا على الجبل الذي أعلمك به. فقام إبراهيم باكرا وأسرج دابته وأخذ غلامين وإسحاق ابنه وأخذ سكينا ونارا ومشى على الأرض، فرأى الموضع من بعيد الذي أعلمه به الرب. فقال لغلاميه اجلسا أنتما هاهنا مع الدابة، وأما أنا وإسحاق ابني فنذهب ونسجد ثم نرجع إليكم. وأخذ إبراهيم حطب المحرق ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين، فقال إسحاق لأبيه يا أبتاه هوذا النار والحطب، أين الخروف الذي نقدمه للمحرقة؟ فقال له إبراهيم إن الله الذي أمرنا أن نقدم له ذبيحة هو يرى حملا للمحرقة يا ابني وأخذ إبراهيم حجارة وبنى مذبحا، وأخذ الحطب
ورفعه على المذبح. وأخذ إبراهيم إسحاق ابنه وربطه ووضعه على المذبح. وأخذ السكين ليذبحه. ونادى ملاك الرب إبراهيم قائلا له: إبراهيم إبراهيم، انظر لا تلمس فتاك ولا تصنع به شرا. لما نظر الله محبتك فيه قال: إني أنا هو الرب إلهك، أقسمت بذاتي إني بالبركة أباركك وبالكثرة أكثر نسلك. فرفع إبراهيم عينيه فنظر خروفا عند الشجرة موثقا بقرنيه، فترك إسحاق ابنه وأخذ الخروف وأصعده محرقا عوضا عنه. فذبح إسحاق كان إشارة إلى حرق دم المسيح ابن الله على الصليب عن خلاص العالم. وكما حمل إسحاق حطب المحرقة كذلك حمل المسيح خشبة الصليب. وكما رجع إسحاق حيا هكذا أيضا المسيح قام حيا من الأموات وظهر لتلاميذه القديسين. اللهم يا من قبل ذبيحة أبينا إبراهيم اقبل هذه الذبيحة منا في هذه الساعة. بارك هذه القرابين، بارك الذين قدمت عنهم، نيح نفوس الراقدين. فليبارك المسيح على قلوبنا وأرواحنا، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نقصر بدلة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات، ونصلي بدلة البنين أبانا الذي في السماوات